السلام عليكم، صباح الخير والهنا والسعادة على كل اخواتي اللي بيتابعوني. النهاردة بقى جايبالك كده وصفة هدية، بجد مش اي كلام. وصفتي النهاردة كده لو جربتيها بطريقتي ان شاء الله ولادك هم اللي هيطلبوها منك. ان شاء الله هنعملها النهاردة. هنعمله مقرمش كده من غير ما يشرب ولا نقطة زيت، وكمان هنعمله ببيضة واحدة. بصي بقى الجمال. تعالي بقى كده نفتح واحدة. يعني صعب جدا اي حد لما يشوفه من اول مرة يقول ان ده قرنبيط. الطعم بتاعه بقى خيال. يا ريت بقى تجربي الوصفة وتكتبي لي رأيك في التعليقات. ولو وصفتي بقى عجبتك ما تبخليش عليا باللايك، وكمان تشجعيني باشتراك حلو كده منك، وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله. اول حاجة معايا قرنبيطاية كده، حجمها كبير شوية، يعني كده زي ما بقولك ولادك هم اللي يطلبوها منك. ولادي كمان بقوا بيحبوه، فجبت واحدة كبيرة بالشكل ده. هشيل بس كده، هقصر القمع بتاعها. حابة تشيلي خالص مفيش اي مشكلة. هقطعه بقى قطع مناسبة كده، حبة بقى كبير حبة صغير بيكون حسب الرغبة، بس انا بحب الحجم بتاعها يكون متوسط. هديله فتحة كده بالسكينة بالشكل ده. لو الزهرة مش مفتوحة كده معاكي، يعني لو لقيتيها كاتمة كده على بعضها هنديها فتحة كده بالسكينة. دي كبيرة شوية، فتحتها كده عملتها فتحة بالطول وفتحة بالعرض. يعني بتفتحي كده الزهرة لقيتيها بتتفتح معاكي زي كده، مفيش اي مشكلة، مش لازم نعمل لها فتحات. انا بعمل لها فتحات علشان كده لما احشيها تتحشي معايا بكل سهولة. تعالي بقى نجهز الخلطة بتاعتنا، وهي بصلاية مفرومة ناعم، معايا معلقتين كبار من البقدونس ومعلقتين كبار من الكزبرة، معايا 3 فصوص كبار من الثوم. عاوزة احط توم فريش في قلب الخلطة الاولانية كده. دلوقتي بقى هضيف التوابل. معايا معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، نص معلقة صغيرة من الكمون، معايا نص معلقة برضو من هريسة الشطة الحارة. حابة بقى تستغني عنها مفيش اي مشكلة، بس بتضيف طعم حلو قوي. هحط لها بقى الملح وهقلبها كويس. طريقة هريسة الشطة سهلة جدا وبنستخدمها في اكلات كتير، فلو حابة تشوف الطريقة هتلاقيها موجودة عندي على القناة. معايا بقى حوالي يعني 200 جرام كده من اللحمة المفرومة. عاوزة اقولك لو عندك برضو قطعة فراخ تقدري تفرميها وتحشيها برضو في نفس الخلطة بتاعتنا دي. اشيل بس قطعة البصل الكبيرة وهقلبها بقى بايديا. عاوزة اعجن بقى اللحمة مع البصل مع الخضار. دخلي بقى كل المكونات كده ببعض اكنك بتعملي كفتة بالظبط. دلوقتي بقى هسيبها على جنب، وحطيت حلة على النار، حطيت فيها مية بتغلي، وحطيت عليها شوية من الكمون وشوية ملح. نزلت بقى بالقرنبيط كده، وهسيبه لحد لما يتسلق يعني حوالي 90%. مش عاوزاه يتهري، عاوزاه يكون كده متماسك علشان لسه هحشيه. خلاص كده القرنبيط انا شايفة ان هو كده بقى تمام. دلوقتي بقى هصفيه وهحطه في مية ساقعة كده شوية وبعدين هصفيه تاني. دلوقتي بقى هنجهز الخلطة التانية. معايا بيضة، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، كاري، ومعايا هريسة شطة. حطيت ملح، ومعايا بقى معلقة كبيرة كده من توابل الفراخ المقرمشة، وهضيف عليهم معلقتين من النشا، يعني معلقتين كبار كده هرميين هتحطيهم نشا. هدوب بس كلهم كده مع البيضة كده بشوية مية. كل التوابل اللي انا هحطها ان شاء الله هكتبها لك في صندوق الوصف زي ما احنا متعودين. هقلبهم كويس كده مع بعض.
احنا لسه هنضيف الدقيق، احنا بندوب بس النشا كده في التوابل ومع البيضة كمان. دلوقتي بقى هضيف الدقيق. يعني بتضيف الدقيق بقى على حسب الكمية اللي انت هتستخدميها. وهقلب بقى وهظبط القوام بتاع العجينة. يعني عاوزين القوام بتاعها يكون زي عجينة، يعني القوام بتاع الطحينة، زي ما بتعملي الطحينة عاوزين القوام بتاعها يكون زي القوام ده بالظبط. هزود مية بقى لحد ما اظبط القوام بتاعها. وتعالي بقى نشوف الخطوة التانية. هاخد بقى قطعة القرنبيط كده وهبتدي ان انا الفتحة اللي انا عملتها احشي فيها، اخد لحمة واحشي كده القرنبيط بالشكل ده. بعد ما بيتسلق هتلاقيه فتح كده معاكي برضو يعني في مناطق كده هتلاقيها فتحت معاكي، بنحشيها برضو باللحمة وهتطلع معاكي بالشكل ده. هاخده بقى احطه في قلب العجينة اللي احنا عملناها، وبعدين هشيله احطه في الدقيق الابيض. الدقيق الابيض التاني ده ما حطيناش عليه اي توابل او اي اضافات، يعني بنعمله كده زي الفراخ، خلطة الفراخ المقرمشة. يعني عاوزة اقولك ان الطعم بتاعه بيكون جميل جدا. هاخده بقى انفضه بالشكل ده، هيطلع معاكي كمان واخد الشكل بتاع الفراخ. هبتدي بقى ان انا احشي القرنبيط بالشكل ده. يعني عاوزة اقولك ان ولادك بجد هم اللي هيطلبوه منك. يعني انا عندي ولادي ما كانوش بيحبوا القرنبيط ولا بيحبوا يسمعوا اسمه كمان. من بعد ما عملت الوصفة دي وهم في الاوقات بتاعة القرنبيط بيطلبوه مني بالاسم. يعني حطينا فيه كمية لحمة صغيرة جدا، بس هتنقل الطعم من مكان لمكان تاني خالص. هنحشيه بقى كله بالشكل ده. اهم حاجة وانت بتحشيه ما تفتحوش كده غصب عنه علشان ما يتهريش منك. يعني اللي هتلاقيها كده بتتفتح معاكي بسهولة هتحط لها اللحمة. ما اتفتحتش هتكتفي بالفتحات اللي انت عاملاها بالسكينة من قبل السلق. عاوزة بس اقرب لك كده الطبق. انا هستخدم ايدي مش هستخدم المعلقة خالص. حطيه كويس في قلب العجينة، وبعدين هنبدره كده بالدقيق. ما بنضغطش عليه، هو في قلب الدقيق يا دوبك بس كده بنلفه وبنعفره كويس بالدقيق وبنفضه بالشكل ده. يعني كل قطعة كده من القرنبيط بتحط لها عجينة عليها علشان تمسك في الدقيق. الطريقة دي جميلة جدا، مش هتخلي القرنبيط يشرب زيت، وكمان هيطلع معاكي كريسبي وطعمه كده حاجة، يعني هيطلع زي الفراخ بالظبط. بصي بقى شكله. على طول بقى طاستك على النار، الزيت ساخن جدا، وهتنزلي بقى بقطع القرنبيط. بنقليه في كمية زيت كبيرة. لو كمية الزيت اللي انت هتستخدميها تكون صغيرة، تبتدي بقى ان انت تهدي النار شوية علشان اللحمة تستوي اللي جوه القرنبيط. اما لو هتستخدمي كمية زيت كبيرة زي اللي انا استخدمتها ديت، فهتدنك يعني معلية النار للاخر كده لحد اخر التسوية. ما بياخدش اي وقت خالص على النار. هتلاقيه طلع معاكي بالشكل الجميل ده. عاوزة بقى تديله لون اكتر من كده حسب الذوق بقى. عاوزة اقولك ان ممكن كمان تحشي لحمة وبعدين تحطيه في الدقيق وبعدين في البيض وبعدين في البقسماط وتقليه عادي خالص زي ما احنا بنقليه كده. بس الطريقة دي هتاخد منك كمية زيت كبيرة، اما الطريقة اللي احنا استخدمناها النهاردة يعني تكاد تكون ما خدش زيت خالص. دلوقتي هوريك الطبق اللي طلعنا فيه اول مرة، يعني ما فيش فيه اي زيت منزله خالص.
بصي بقى الطبق مفيش فيه اي زيت نازل تحته خالص. حبيت ان انا اوريكي برضو ان هو ما بياخدش اي كمية زيت، والطاسة بتاعتنا زي ما احنا حطينا الزيت فيها الكمية ما نقصتش. يعني الطريقة دي هتاكلي القرنبيط هيكون خفيف جدا على المعدة. خلصنا بقى كده الوصفة بتاعتنا النهاردة. استنيني بقى ان شاء الله هنعمل وصفات جاية كتير مع بعض. يا ريت بقى لو الفيديو بتاعنا النهاردة عجبك ما تنسيش تحطي اللايك، ولو اول مرة تشوفي القناة تشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. والى اللقاء في فيديو جديد.